السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتنا حلاوة الأكل المصري. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض طبق موفر وجميل إحنا بنحبه كلنا، يعني يعتبر الطبق ده بيتعمل كده يعني كل فين وفين عقبال ما بنفتكر نعمله، بس هو بأمانة لذيذ جدا ويعتبر موفر. إيه رأيكم بقى في البصارة المصرية الجميلة بتاعتنا؟ تعالوا بقى نشوف إحنا عملناها إزاي وكانت طريقتنا كانت إيه، ويا رب يا رب كده تعجبكم إن شاء الله. بس الأول بستأذنكم، اللي ما اشتركش في القناة هيعمل ايه؟ هيتفضل يشترك ويفعل الجرس معانا علشان يوصلوا مننا كل جديد بإذن الله. المقادير معانا سهلة جدا وبسيطة. معانا حوالي كيلو فول، يكون اللي هو الفول المتقشر ده أو الفول المدشوش زي ما احنا بنسميه. يكون طبعا منقوع لمدة ساعة. ومعانا حوالي حزمتين من الكزبرة الخضراء. ومعانا بصل متقطع ش شرايح كده، أي تقطيع لإن إحنا لسه هنسلقه. ومعانا حوالي 8 فصوص من التوم. طبعًا كل الحاجات ديّة هي دي بس المقادير بتاعتنا. هنشوف بقى الخطوات إحنا عملنا إيه في الفول بتاعنا أو البصارة بتاعتنا النهارده إن شاء الله. إحنا دلوقتي هنجيب حلة علشان نحط فيها كل المقادير بتاعتنا. هننزل بالفول كده، هنحطه طبعًا الفول ده منقوع لمدة ساعة. إحنا بننقعه ليه؟ علشان بس يسهّل معانا السِوَى وما يغيبش معانا وياخد وقت طويل على النار. فأنا بانقعه لمدة ساعة. وكمان باحط عليه البصل بصلتين كبار متقطعين كده شرايح، أي شرايح أنتِ تحبيها أو أي تقطيع أنتِ تحبيه علشان إحنا كده هنسلقه. ومعانا حوالي 8 فصوص من التوم أهوّة بنحطهم بردك، وبنقلّب كل الحاجات دي مع بعض. وكمان الخضرة أو الكزبرة بتاعتنا، الكزبرة الخضرا، أنا ما باحطش إلا كزبرة بس. باقطّعها بردك أي تقطيع كده وبانزل بها فيه على الفول والبصل وكمان التوم. كل الحاجات دي باحطها مع بعض كده في الحلة. وبعدين باكون أنا مسخّنة طبعًا مَيّة معايا، تكون مَيّة مغلية أو سخنة. باكون مجهّزاها. وباحط بقى الحلة ديّة على النار، وبعدين هازوّد عليها المَيّة السخنة بتاعتنا، تكون مَيّة سخنة كده أو مَيّة مغلية علشان تسهّل معايا السِوَى بسرعة، والفول يستوي بسرعة معايا. ما شاء الله طريقته سهلة جدًا، أو طريقة البصارة سهلة جدًا. هي بس يعني هي خطوات كده وبس، بصراحة بيبقى طعمها لذيذ جدًا. وإحنا برضك بنسميها الأكلة الموفّرة، يعني أكلة لذيذة، وكمان يعني بنبعد شوية عن اللحوم بقى والحاجات ديّة، تغيير في الطعم، وكمان بتوفّر معاكِ برضك. هنا ما شاء الله الفول طبعًا بدأ يغلي. أول ما بيغلي بقى كده أنا باوطّي عليه باحاول إن أنا أوارب الحلة شوية، مش باغطّيها خالص علشان ما تبهدلّيش البوتاجاز وتفور وكده يعني. تعالوا بقى نعمل الطشّة بتاعة البصارة، وهي سهلة جدًا، وهي دي بقى اللي بتدّيها الطعم الجميل. الطشّة بتاعتنا عبارة عن معانا هنا بردك بصلتين كبار يكونوا متقطّعين تقطيع كده مفرومين، ومعانا كمان حوالي معلقة كبيرة من التوم المفروم. باجيب طاسة كده على النار وباحط فيها البصل، وبافضل أقلّبه لحد ما يبدأ يدبل معايا. باقلّب البصل كويس لحد ما يبدأ يعني يدبل كده أو يغيّر لونه شوية. هنا بقى ما شاء الله هو كده خلاص. هابدأ دلوقتي إن أنا أعمل إيه، أقلّبه شوية وبعدين هانزل بالمعلقة الكبيرة التوم المفروم اللي معايا. طبعًا التوم هنا والبصل يعني بيدّوا للبصارة طعم خطير بجد يعني. باقلّبه كويس أوي مع بعض. وبعد كده باحط بقى معلقة توم، معلقة كبيرة من التوم المفروم. طبعًا أنا باحط التوم في الآخر ليه؟ لإن التوم ما بياخدش يعني وقت طويل في التحمير. أول ما ريحته بقى بتطلع كده وأحس إن التوم بدأ يصفر، أنا باطفي عليه بقى خلاص. ما شاء الله طريقة سهلة، وكمان بتدّيني طعم جميل جدًا يعني بإذن الله. كده خلاص الطشة بتاعتي بقت جاهزة أهيًا. هاشيلها بقى من على النار وأسيبها شوية لحد ما نشوف البصارة بتاعتنا وصلت لحد فين. وهنشوف بقى بقية الخطوات.
خلاص الفول هنا استوى كويس جدا، وكمان كل المكونات اللي كانت فيه استوت معاه، وخلاص بقى جاهز كده. اهم حاجه توصليه لدرجه ان هو خلاص يبقى مهري خالص كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. وبعد كده بطفي البوتاجاز عليه او بطفي النار عليه، وبجيب شفشق الخلاط واسيب طبعا يستهدى شويه كده او يبرد شويه، وبعدين احطه في الخلاط وابدا ان انا افرمه كويس. خلاص هو هنا اتفرم كويس اهون. وبعد كده بكون مجهزه طبعا مصفى معايا، وهبدا اصفي فيها البصاره علشان لو في اي كلاكيع او في اي حاجه يعني المصفى تحشها طبعا وما تبقاش موجوده في البصاره. كده ما شاء الله كده خلاص. دلوقتي خلاص ما شاء الله البصاره اتصفت معايا اهيت وبقت جاهزه. بفضيها تاني في حله على النار، وبجيب الطشه بتاعتي، باخد نص بس البصل اللي هو البصل بالثوم. باخد بس نص المقدار، واسيب بقيه الكميه كده. وبعد كده بقى هقلبهم مع بعض كويس. يعني باخد بس نص الكميه علشان انا هحتاج النص التاني في تزيين البصاره. دلوقتي بقى هجيب التوابل معايا، معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، ومعلقه بردك صغيره من الكمون، ونص معلقه من الفلفل الاسود. التوابل بسيطة جدا وسهلة، يعني مفيش فيها يعني توابل كتيرة، هي بس أساسياتها هي اللي أنا قلت عليها. وطبعا معلقة ملح، وتبع الملح ده تبع رغبتك انتي. وهقلب كل التوابل طبعا معاه مع البصارة. ومعانا بقى يعني حاجة بقى مميزة كده بتخلي البصارة لذيذة جدا. معانا معلقة كبيرة من النعناع الناشف. معلقة كبيرة من النعناع الناشف، ولو في نعناع أخضر متوفر ممكن تحطي النعناع يكون أخضر عادي خالص مفيش مشكلة. طبعا النعناع هنا بيفرق في الطعم كتير وبيديكي يعني طعم لذيذ جدا للبصارة. كده خلاص هبدأ بس أحط كمان حوالي شوية زيت كده صغيرين، حوالي معلقتين كبار من الزيت. وبعد كده هقلبهم مع بعض، أقلب بقى كل الحاجات دي مع بعضها واسيبها بقى تتسبك على نار هادية. انا طبعا ما بعليش النار عشان ما تشتش مني، وفي نفس الوقت ما بغطيهاش، او لو انت هتغطيها يبقى تغطيها نص تغطية، يعني توربي الغطا بتاعها، لان البصارة بتفور بتبقى عاملة زي اللبن بالظبط، ولو فارت طبعا هتبوظ لك الدنيا كلها يعني. بقلبهم كل حين والتاني كده برجع اقلب البصارة علشان ما تلزقش في الحلة كده وتشت مني. ما شاء الله هي دلوقتي خلاص استوت معايا هي ما بتغيبش كتير على النار، بس اهم حاجة انت بتتابعيها وكل شوية بتقلبيها بالشكل ده. وانت بقى علشان تعرفي البصارة استوت معاكي ولا لأ، انت شايفة الكرمشة اللي موجودة دي؟ لو ظهرت عندك الكرمشة دهيا يبقى كده خلاص البصارة بقت جاهزة معاكي. وبطفي عليها النار بقى خلاص، وببدأ ان انا اصبها في الاطباق بتاعتها. خلاص كده ما شاء الله هي استوت معايا، وبدأت دلوقتي ان انا اعبيها اهوت في الاطباق او اصبها في الاطباق. طريقتها سهلة وما بتاخدش وقت، وكمان تغيير في الطعم يعني. خلاص كده البصارة كلها عبيتها معايا هي. بسيبها طبعا تبرد شوية، وبعدين أبدأ ان انا ازينها بقى ببقية الطشة اللي كانت معايا، اللي هي عبارة عن البصل والثوم اللي متحمرين في الزيت. ما شاء الله حاجة كده لذيذة وجميلة جدا. طبعا هي ما بتتاكلش وهي سخنة، احنا بنسيبها طبعا لما بتبرد خالص وتبدأ تمسك كده زي يعني المهلبية كده. وطبعا بنقدم معاها بقى ايه؟ البتنجان المخلل الجميل. احنا عملناه في القناة قبل كده، عشان طبعا لزوم بقى البصارة لازم الحاجات الجميلة التحابيش بتاعتها دي. وطبعا معانا كمان الجرجير. ايه رأيكم بقى في الأكلة الجميلة دي؟ ما شاء الله حاجة لذيذة وكمان تغيير. يا رب كده النهاردة تكون البصارة بتاعتنا عجبتكم وتجربوها بطريقتي، وإن شاء الله بقى كده تعجبكم وتردوا علينا في التعليقات. وما تنسوناش باللايك واشتراككم في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.